كانت تجربة مليئة بالمحتوى. يعني ده أدق وصف للفترة الأخيرة. لذلك في الفيديو ده هتكلم عن تجربة الفترة الأخيرة. هنبدأ باللي اوف واللي حصل، بداية البحث عن فرصة جديدة، الفرص اللي كانت متاحة، المرتبات كانت ماشية ازاي. طبعا ده على حسب حجم الشركات واختلاف أنواعها، شركات الأوت سورسنج والتفاوض، الانترفيوهات اللي دخلتها، الشركه اللي بدات شغل معاها. يعني هحكي شويه، فاعمل كوبايه القهوه الجميله ويلا بينا. بسم الله. 3 سنين الاخيره كنت شغال مع انتربرايز محترمه، environment recognized انها يعني great place to work في كذا مكان مختلف، في كارير بروجريشنز وفرص مختلفه لكل الناس. بنعمل ايه؟ بنعمل ديجيتال ترانسفورميشن او ديجيتال سيرفيسز انتربرايزز مالتي ناشونال وورلد وايد، يعني ممكن تقول اوت سورسنج بس على سكيل كبير. شركات زي ياهو، لينوفو، فيزا، سيمنز. من ضمن المشاريع والحاجات الكتيره اللي اتعملت جوه الشركه سيستم للبرودكت ريكومنديشن جوه شركه نسله. عاملين برضو جوه فودافون يو كي فاست تراكنج كانسر ريسيرش. ده كان عباره عن ريديفايننج للسيلز جيرني عشان في الاخر طبعا يعود بارقام وكي بي ايز اعلى بالنسبه للشركه. كل اليوز كيسز طبعا موجوده وتفاصيل اكتر على الويب سايت بتاع الشركه. انا حقيقي ممتن لل3 سنين دول واللي اتعلمت فيهم، لان ده اكتر جزء سيجنيفيكانت او فارق في خبرتي لغايه دلوقتي. الانفايرمنت كانت مليانه ناس شاطره، ودي كانت حاجه انا مبسوط بيها جدا. جوه الشركه بيكون ليك كارير ادفايزر، فانا كان من حظي ان عدى عليا اكتر من كارير ادفايزر. كان في ناس فيهم انجينيرنج مانجرز، كان في ناس فيهم سيستمز اركتكت. يعني بالصدفه انا من يومين كنت بكلم اول منتور ليا جوه الشركه، وده كان سيستمز اركتكت. قعد بس معايا اول مشروع وبعد كده راح امازون كسينيور سيستمز اركتكت. ولكن حقيقي الناس كلها جوه كانت ناس جميله جدا، ناس كويسه، ولذلك احنا كنا لسه حتى بنتكلم، وكل واحد فيهم عدى عليا حقيقي انا اتعلمت منه حاجه او علمني حاجه. انا كنت شايف ان الايفالويشن فريم ورك والبيبل ديفلوبمنت جوه الشركه مع الفرص المختلفه في مشاريع كتير من الحاجات الضروريه اللي انا محتاجها عشان ابني كارير قوي. ولذلك في وقتها قررت ان انا اقعد اطول وقت ممكن اقعده في الشركه دي. لاي مدى كنت متمسك بالفكره دي. على سبيل المثال وانا معاهم جالي اوفر 4K $500، ولكن قررت ان افضل معاهم، خصوصا ان ما كنتش لسه خدت البروموشن. وهنا البروموشن لوحدها كتايتل ما كانتش فارقه معايا على قد ما اللي فارق معايا بجد اني هتعلم وسط الناس دي. وعديت 2 سنين جوه الشركه، ومن تقريبا سنه خدت البروموشن كان ديفيجوال كونتريبيوتور ما بعد السينيور ليفل. ما كانتش سهله خالص ولا كانت بسيطه. انا اول ما دخلت الشركه اصلا كان عندي امبوستر سيندروم رهيبه، لان كنت داخل كسينيور وسط ناس اقل واحد فيهم 9 سنين سينيور، وحسيت ان الناس دي اشطر مني بكتير. فالموضوع ما كانش سهل عشان اصلا اخد فاليديشن على السينيور ليفل ثم انتقل للنكست ليفل اللي فيه. كان التايتل بتاعي هناك سوفت وير اركتكت. سريعا برضو عندنا السوفت وير اركتكت ما بعد السينيور ليفل، وده بيكون على التيم ليفل. بيكون في كولابوريشن مع الاركتكشر مانجرز اللي من عند الكلاينت، بيكون قريب برضو من الستيك هولدرز، وبيكون في سيستمز اركتكت زي المنتور اللي انا كنت حكيت عنه اللي هو اول منتور ليا. ده بيكون على ليفل المشروع كله، بيتواصل وبيتكلم مع الاركتكتس والسينيورز من كل تيم، وبيكون انفولفد في البي او سيز والسوليوشنز اللي بنعملها. فهو بيتاكد ان السيستمز كلها شغاله مع بعض تمام. اشتغلت مع الشركه في مشروعين. اول مشروع كان حوالي 6 شهور، المشروع التاني كان حوالي 2.5 سنين. كان طبيعي ان المشروع يخلص وتنقل او يحصل لك الوكيشن على مشروع تاني زي ما حصل معايا بعد المشروع الاول. بس المره دي الموضوع كان مختلف شويه، ما كانش فيه opportunities كفايه لكل الناس، والشركه فعلا الفتره الاخيره كانت عملت لي اوف قبل كده. وده كان غريب شويه لان الشركه فيها ناس كتيره بقالها اكتر من 15 او 20 سنه. يعني كان في حد جوه الشركه هيد اوف بيبل لريجن معينه كان تقريبا قاعد في الشركه اكتر من 25 سنه. لكن هذه هي الشركات. قبل ما يحصل ليو السينيور مانجر كلمني وقال لي ان ممكن اعمل شيفت لستاك تاني عادي. انا بصراحه ساعتها ما بينتش اهتمام قوي، وبعدها وصل لي خبر انهم شالوا الريسورسز الزياده وخلاص هيعملوا اوف بوردنج معانا. تقبلت الموضوع بشكل سهل. لما وصلتني الاوف بوردنج باكج كانت حوالي $10,000، اجازات وشهرين بدون ضرايب والشهر الحالي غير الاجازه اللي كانت معايا واللي الشركه برضو قالت خليها ليكم. قلت الحمد لله ولعلها رحله جديده وان شاء الله خير. اللي اوف حصل يوم الاربعاء، كان اخر اسبوع في شهر 7. بعدها نزلت بوست على لينكد ان، ناس كتير محترمه عملوا لي ريكومنديشن لاصحابهم او شركاتهم او حتى شركات تانية يعرفوها، شركات جوه مصر او شركات بره مصر، شركات ريموتلي، شركات ريلوكيشن. فكره السفر نفسها ما كانتش انترستنج ليا، ما حسيتش في الوقت اللي فات انها كانت مناسبه او خطوه عايز اعملها دلوقتي بشكل كامل. حاسس ان لسه في حاجات محتاجه اظبطها. بشكل ما مرتاح عايش في مكان كويس، كنت شغال مع شركات مالتي ناشونال، وفي الفتره الاخيره كان في شويه كلام اننا ممكن نغير الورك موديل ويكون معايا فيزا اوروبا تبع الشركه، اروح واجي كل مده معينه هنكون طبعا متفقين عليها، شغال فول تايم عادي بس هايبرد ما بين مصر وما بين مقر الشركه. ده طبعا كان موديل تحفه ليا، لكن السفر بشكل كامل حاليا ده قرار
انا محتاج افكر فيه كويس قوي، خصوصا ان السفر زي ما هيديني كواليتي اوف لايف هيكون في تريد اوف لازم يتدفع. الثقافه والعيله الموضوع كبير. انا اعرف ناس كتير عايشه بره ومش مبسوطه، او مبسوطه بس البالانس مش مظبوط. لذلك ممكن زي ما ناس فيكم تعرف انا كنت محظوظ، جالي من كام سنه فيزا سبونسر شيب لالمانيا وهولندا، لكن اخترت وقتها ان ما اكملش في الموضوع. الفتره دي برضو كان في فرصتين ريلوكيشن لاوروبا، بس برضو ما حسيتش ان عايز اخد القرار دلوقتي، الا طبعا لو الابواب كانت مقفوله وانا مضطر، ده ممكن يبقى شيء يغير رايي. لكن حاليا انا الموضوع بصراحه مش في اولوياتي. لذلك الاوبورتيونيتيز او الفرص المناسبه ليا غالبا حاجه ريموتلي او حاجه هايبرد. وهنا بقى نيجي للفرص اللي كانت فعلا متاحه. اول ما نزلت البوست على لينكد ان بدات ناس تتواصل معايا ويقدموا لي عندهم، بدات انا كمان ادور واقدم على الفرص المناسبه او اللي حتى ممكن تكون مناسبه. اللي اوف حصل يوم الاربعاء، يوم الجمعه دخلت اول انترفيو ليا مع شركه في امريكا، هي ستارت اب بتعمل ماشين ليرنينج بيزد بروتكشن سيستم، بيدوروا على حد خبره 7 سنين في الاي او اس، يعني ستاف ليفل. ودي الفرصه اللي انا فعلا كملت فيها، انا بصور الفيديو ده على مكتبه، وحاليا ده ثالث شهر ليا معاهم. الشركه دي انا هرجع لها واتكلم عنها بتفاصيل في الاخر. في الوقت ده بقى كان في شويه فرص انا كنت انفولفد فيها، شركات فينتك وبنوك في مصر، بوزيشن اي او اس ليد او سينيور اي او اس انجينير او ستاف اي او اس انجينير. كان في برضه شركات اوت سورسنج لشركات في الخليج او اوروبا او امريكا. انا كنت بدور على حاجه فيها كارير بروجريشن، يعني مكان ستيبل اقدر اكمل تعليم فيه. بشكل ما كنت بدور على نفس السكوب اللي انا شغال فيه اخر 3 سنين. مش بقول ان ده صح، لكن ده كان فعلا تفكيري وقتها. معظم الفرص المتاحه ما كنتش شايف انها انترستنج ليا، بغض النظر ان معظم الاوبورتيونيتيز دي كسالري يعني هي اعلى من اللي انا كنت بقوله. الفرص دي كان فيها تو جلوبال انتربرايزز بيقدموا الانفايرمنت اللي انا بحبها، عندهم كارير بروجريشن حلو، وهناك ناس كتير شاطره. واحده منهم ديلويت، والفرصه كانت تيك ليد موبايل اي او اس، مطلوب تقريبا فوق ال4 سنين خبره، يعني ان شاء الله تكون مناسبه. لذلك تواصلت مع كذا حد هناك، وفعلا الناس جوه الشركه ساعدوني اقدم. بعتوا لي اول اسسمنت عباره عن 2 تاسكس، واحد منهم هتوفر شويه اكستنشنز لكلاس معين، والتاني كان انتجريشن للاي بي اي مع اوتو ريتراي ميكانيزم. الحمد لله عديته بفول سكور، بس للاسف عملوا هولد للبوزيشن، وعرفت ان كان في حد في البروسيس وخلص. الشركه الثانيه كانت بروكور تكنولوجيز، والفرصه كانت ستاف سوفت وير انجينير موبايل اي او اس، مطلوب 7 سنين خبره او اكتر في السوفت وير اندستري، منهم 5 سنين تحديدا شغال اي او اس. الشركه شغلها في الكونستراكشن، سمعت عنها من كذا كونكشن عندي على لينكد ان. شخص محترم جدا كان مقدم هناك كسينيور، كلمني وقال لي كل الفيزز، وقال لي حتى السالري رينج للسينيور، فبجد شكرا ليك، يعني ربنا يكتر من امثالك. كلمت فعلا كذا حد يقدم لي هناك، بس في واحد صاحبي شغال جوه الشركه اول ما شاف الاوبورتيونيتي بعت لي قال لي انا هقدم لك، وفضل متابع معايا لغايه الاخر. هسيب قصه بروكور هي كمان للاخر لاني خلصت كل الفيزز لغايه الفيدباك القديم. الشابتر الجاي هنتكلم عن المرتبات، بعد كده هنتكلم على التجارب ليا بتفصيل شويه، بدايه من تجربتي مع شركه بروكور، واخيرا شركه بيلد اي تي اوف اريزونا، الشركه اللي في امريكا اللي انا شغال معاها حاليا. أنا هنا هقول شوية أرقام من معرفتي الفترة الأخيرة، تجارب ليا أو لأصحابي مع عدد من الشركات مش قليل جوه أو بره مصر، وسكيلز مختلفة. برضه بيساعدني في ده لينكد إن سيرفيسز اللي بدخلها وبتكلم مع ناس وبسمع كتير عن الفول تايم اوبورتيونيتيز وعن الأوفرز اللي الناس بتقابلها. بسم الله. بشكل عام كده هتلاقي المرتبات بتختلف باختلاف الشركات، حجم الشركة، طبيعتها، مكانها، كل دي عوامل بتفرق جدا في المرتب بتاعك. كمان خلينا متفقين ان احنا هنا هنتكلم عن السينيور ليفل. شركات اوروبا مثلا والعالم الغير امريكي هتقدر تلاقي فرص ما بين ال 2000 وال 2600 دولار، حتى لو مش اوت سورسنج هتلاقيهم تقريبا في نفس الرينج. طبعا في اماكن بتفرق في اوروبا نفسها. انا كمان كنت بقول ان انت صعب تكسر الرينج ده، وكنت منزل بوست وتويتر، بس في ناس دخلت كلمتني برايفت، بعتت لي اسامي شركات وبعتت لي اوفرز كانت جايه لها او كلمتني عنها بمنتهى الصراحه، وقالت لي ارقام اعلى من كده من تجربهم الشخصيه. شركات بقى العالم الاخضر او امريكا هتلاقي الرينج اعلى من كده شويه. يعني كنت بتكلم مع ريكروتر من شركه اوت سورسنج عربيه بدات تعيين من مصر الفتره الاخيره، بدا الكلام على 2600 دولار، وكان اخرهم 2800 دولار للسينيور بوزيشن. والكلام ده كان كونتراكتور او عقد، يعني عقد لمده معينه قابل للتجديد. وبشكل اساسي المتحكم في الموضوع ده بيكون الكلاينت طبعا، والفرص المتاحه جوه شركه الاوت سورسنج. لكن بشكل عام الشغل مع شركات امريكيه
عن طريق شركات اوت سورسنج ممكن تتكلم في رينج ال $3000 او اعلى. طبعا ده على حسب شركه الاوت سورسنج، على حسب طريقتهم وعلى حسب حجمهم. في منهم مثلا جلوبال انتربرايزز، فبيدوروا على ناس شاطره بثقافه كويسه وبيكتبوا معاهم عقود لونج تيرم بغض النظر عن مده العقد بينك وبين الكلاينت. كان في شركه اجنبيه بتعمل اوت سورسنج من مصر لشركه في امريكا، الباكج بتاعتهم من 2 اوفرز مختلفين كانت بين ال $4000 وال $4500، بس دي شركه محترمه جدا. يعني من شركات الاوت سورسنج الامريكا برضو هي شركه سكيل اب اللي ليها فرع في مصر وفرع في امريكا، بتوفر اتش ار سوليوشنز للشركات عشان تعين ناس تانية تشتغل فول تايم او تشتغل كونتراكتورز، او هي حتى اللي بتعين الناس بشكل مباشر. صاحب الشركه من اسكندريه، صديق واخ كبير ليا، كنت عملت معاه فيديو قبل كده اتكلم فيه عن الشغل الريموتلي للشركات واللي بيحصل بيهايند سينز. ليه الشركات دي بتعين اصلا؟ هل الموضوع ماديات بس؟ إيه الطرق المختلفه؟ إيه اللي مش قانوني او ممكن يسبب مشاكل وازاي تتفادى ده؟ الثقافه والانجليزي المطلوب وحاجات تانية كتير. هتلاقوا الفيديو عندي على اليوتيوب. وبدون اي دعايه، شركه سكيل اب بتشتغل مع اكبر بيمنت بارتنرز او شركات جلوبال هايرنج في العالم. لو هتشتغل بقى مباشر مع الشركات الامريكيه، يعني من غير شركه اوت سورسنج او من غير اي وسيط، هتلاقي معظمهم فليكسبل اكتر، خصوصا لو هم فعلا بيدوروا على حد شاطر. ولذلك ممكن تبدا معاهم برينج $3000، وتقدر وانت شغال معاهم توصل لاعلى ارقام ممكن تاخدها كفول تايم. يعني ممكن توصل $4000 او $5000 حتى لو الرقم ده اكسبشنال ليهم. الشركات في مصر بقى الدنيا، الشركات الكويسه اللي في مصر واللي اغلبهم جلوبال او شركات عندهم برودكت قوي بتدي تقريبا من 90000 ل 120000 او اكتر شويه على حسب سنين الخبره، وبيكون ليهم بينيفيتس حلوه. ثم الجزء الاكبر من السوق في مصر اللي بيضم شركات مصريه وبنوك وشركات كبيره بيدي رينج من 35000 او 40000 ل 70000. الشركات الاوت سورسنج المصريه بقى، كل اللي انت سمعته ده هيكون صعب جدا لو بيتم عن طريق شركات اتش ار مصريه. انا اسف وحزين والله اني بقول كده، بس دي حقيقه جدا. لو في شركات اوت سورسنج مصريه بيشغلوا الناس مع شركات بره مصر، هيخلوا التجربه لا تحسد عليها. مع ان الشركات اللي بره بتكون ويلنج انها تدفع اكتر، بس الريكروترز المصريين بيدوا صوره غير احترافيه تماما، وللاسف ده بيدور الشركات اللي بيعينوا ليها. بمنتهى الصدق، تجارب كتير لشركات الاتش ار او شركات الاوت سورسنج المصريه بيثبتوا فيها ان هم بيفقدوا الفاليوز الاساسيه في التعامل. حتى تجاربهم لما بييجوا يشغلوا حد مع شركات مصريه كلها تجارب سيئه. انا مش عايز احكي كتير في الموضوع ده، انتم مجربين وعارفين كل حاجه. والغريب ومع ذلك هتلاقي شركات مصريه كبيره بتشتغل معاهم وعارفه كل الكلام ده عادي. تجربتي مع شركة بروكور دي واحدة من الشركات اللي كملت معاها البروسيس للآخر. الشركة كبيرة وعندها كارير بروجريشنز حلوة. البوزيشن هناك ستاف سوفت وير انجينير، الستاك طبعا موبايل اي او اس. البروسيس بدأت مع واحد من الريكروترز، اتكلمنا شوية عن الشركة وعن خبرتي بشكل مختصر، ليه قدمت على البوزيشن ده تحديدا. كانت كول جميلة. قال لي السالري رينج للبوزيشن بوضوح، بيبتدي من كام ولغاية كام، ايه البينيفيتس التانية الموجودة. جاوبنا على كل أسئلتي. بعدها عملنا سكادجول لأول 2 انترفيوز، واحد منهم كان behavioral أو leadership المفروض مع الهايرنج مانجر، وبيكون حوالي 45 دقيقة. بس دخل معايا الانجينيرنج دايركتور في مصر. والانترفيو التاني كان values مع السينيور برودكت مانجر، وكان حوالي 30 دقيقة. في التو انترفيوز دول بيدردشوا معاك، بيقدموا نفسهم والشركة. الانترفيوهات دي من اسمها كده بتقيم البيهيفير بتاعك، بتقيم الفاليوز اللي عندك، هل ده بيتناسب مع ثقافة الشركة ولا لا. في طريقة معروفة وكويسة جدا للإجابة عن النوع ده من الانترفيوهات، هي ميثود معروفة اسمها ستار، بتساعدك تشرح بشكل واضح الموقف او المشكلة اللي حصلت، ايه الامباكت اللي حصل بسببك، والفاليوز اللي بتنعكس من تصرفاتك. التو كولز دول فتحوا نفسي على الاوبورتيونيتي. الباشمهندسين اللي دخلت معاهم كانوا محترمين جدا ما شاء الله، عندهم خبرة كبيرة. الكول بتاعتنا كانت جميلة، طلعوا مبسوطين منها وبيقولوا مستنيينك ان شاء الله. فالشركة محترمة وجريت بليس تو ورك. كمان بتشارك نفس الفاليوز من المكان اللي انا كنت قاعد فيه اخر 3 سنين، او على الاقل تقدير 90% مثلا من الفاليوز ونفس الثقافه. الشركه مقرها في كاليفورنيا امريكا، فتحت في مصر بعد ما الفريق المصري اللي كان شغال معاهم لسنين قدروا يثبتوا اننا نقدر نوفر كواليتي محترمه زي الفريق اللي عندهم في امريكا، وان الانجينيرنج هاب في مصر هيكون ليه عائد محترم. خلصت الانترفيوهات دي بعد اسبوع، وفي بدايه الاسبوع الجديد بعت للريكروتر ان الحمد لله الدنيا كويسه، الفيدباك كانت حلوه جدا، ويلا بينا على اخر 2 راوندز. دول بقى الكور انترفيوز عندهم.
مع 2 من المقر اللي في امريكا شغالين ستاف سوفت وير انجينيرز خبرتهم فوق ال10 سنين على الاقل. اول واحد فيهم كان لايف كودينج بيكون حوالي 90 دقيقه، والتاني بيكون اركتكتشر او سيستم ديزاين انترفيو بيكون في حوالي 60 دقيقه. في الانترفيوز اللي من النوعيه دي او الكور تكنيكال يعني الحمد لله انا عندي خبره حلوه. من اجمل التجارب اللي كانت من حوالي 4 سنين ومع ذلك لسه فاكرها مع تيك ليد من ديليفري هيرو المانيا، لان دي كانت اول مره اشوف انترفيو بالمستوى ده. وخلال اخر 3 أو 4 سنين دخلت مع ناس كتيره، انجينيرنج ليدز، اركتكتس في مصر او بره مصر. دخلت مع طلبات وكريم كسينيور او ستاف انجينير، دخلت مع مايكروسوفت كانجينيرنج ليد. يعني عندي فكره حلوه عن النوع ده من الانترفيوهات. اللايف كودينج ده بيكون ازاي، والسيستم ديزاين ده بنعمل فيه ايه، خصوصا في مستوى الستاف او الهاي ليفل بوزيشنز. اللايف كودينج كانت دايما حاجه شبه جاهزه وانت بتكمل الامبلمنتيشن، بتفكر مع الشخص اللي معاك، الموضوع بيكون في سكوب واضح، مش مشروع بتعمله من الاول. معظم الانترفيوهات اللي دخلتها تقريبا كان كلاس واحد، والتركيز ما بيكونش على الاوتبوت اكتر ما بيكون على طريقه تفكير الشخص والنقاش اللي بيحصل بينك وبين الانترفيو انجينير اللي معاك. بيحاول يركز ايه المعايير اللي عندك وانت بتكتب كود، عشان كده مهم تفكر بصوت عالي في النوع ده من الانترفيوهات. وبما اني بعمل ده كتير في شغلي، فانا النوع ده من الانترفيوهات بيكون هو الاقرب ليا. فالحمد لله خلينا نقول معظم مش كل اللايف كودينجز اللي دخلتها قبل كده كانت كويسه جدا. لذلك انا كنت بحاول اكون مستعد اكتر لاول 2 انترفيوز اللي هم البيهيفيرال او الليدرشيب والفاليوز، لان دول اللي انا محتاج اثبتهم كويس للشركه. لان انا سني صغير، خريج 2018. الناس اللي بتدخل معايا من مصر بتركز قوي في الحته دي، لان عندهم مثلا خريجين 2016 ولسه سينيور. في اوقات كتيره ده كان بيبقى سبب رفض. يعني بعد كل الراوندز وكل الانترفيوهات ممكن تلاقي حد بيرفضك بسبب المعلومه دي حرفيا. وبجد كان في واحد صاحبي سنه كبير شغال اركتكت في مصر وفي هاي ليفل بوزيشن، كان شبه بيضمنني للمانجرز اللي بيرشحني ليهم مع ان انا عندي عدد سنين الخبره اللي هم محتاجينها. كنت بقول دايما طب خلاص، يعني ما دام انت مش عايز 5 سنين خبره، انت هنا عايز مثلا حد عنده 35 سنه، يبقى ممكن تطلب ده بشكل صريح اكتر او بشكل اوضح. بس ده انا ما شفتوش غير في مصر بصراحه، ومن ثقافه شركه غالبا مش هتعجبك. بس انا عمري ما دخلت مع حد من اوروبا او امريكا حسسني بالحته دي خالص، او حتى سال عليه. اللي هم عندهم شغل بجد وجوده عاليه بجد، عندهم بروسيس قويه، عندهم مرتبات عاليه كومبetitive اضعاف اللي انت ممكن تديهولي، وعندهم الاهم وهي الفاليوز، وان الناس دايما هتلاقيها بتحاول تدي فرصه وبتؤمن ان انت عندك فاليو للشركه، مش بتحسسك ان انت في امتحان. فلما قابلت المهندسين المصريين اللي شغالين في بروكور في انترفيو الليدرشيب وانترفيو الفاليوز، دول كانوا اهم بالنسبه لي. بس ما كنتش متخيل ان المره دي الدنيا ممكن تمشي بشكل مختلف. المهم دخلت انترفيو لايف كودينج ده الاول في الكور تكنيكال انترفيوز بتاعتهم، وفعلا الدنيا مشيت بشكل مختلف. مع اني بصراحه كنت عارف الشكل العام للتاسك، وفي حد من زملاتنا اللي كان معايا في الشركه الاخيره راح هناك كسينيور قريب، بس ما كنتش اعرف ان التركيز والاولويه هيكونوا على ان التاسك تشتغل. ما كنتش اعرف برضه ان الامبلمنتيشن المطلوب في كذا حاجه تخص اليو اي مش مجرد لوجيك. فالموضوع يعني عباره عن مشروع صغير هتعمله من الصفر وهتبني اليو اي. انا حقيقي مش فاكر اليو اي بالسنتكس بتاعته. معظم التاسكات اللي كنت انفولد فيها الفتره الاخيره ما كانتش بالشكل ده، مش بالشكل ده، والتركيز دايما ما كانش بيبقى على اليو اي، مع انه بسيط والله. كمان ما كانش مسموح ان اعمل سيرش على تشات جي بي تي او اي اي موديل، ولذلك بدات اتوتر وبدات اكون مش مرتاح. يعني بكل تاكيد ما عنديش مشكله اقول لك كل حرف وكل كلمه لازمتها ايه ومكتوبه ليه، لكن الطريقه دي في السيرش افضل من جوجل، وافضل برضه من ان ادور على حاجات كتبتها في مشاريع قديمه. يعني حتى قبل ما امشي من اخر شركه كانوا عاملين اي اي ايجنت بنستخدمه في الشركه عن طريق بلاتفورم بتوفر اكسس على اخر اي اي موديلز، وبعد كده انا بهندل الايدج كيسز او بغير اللي انا عايزه، وانا اللي بفكر في الاول وفي الاخر. ولكن في بعض الامبلمنتيشن ديتيلز، في بعض السينتكس، ولذلك اعتذرت عن الانترفيو في الاول. ان بغض النظر عن اي حاجه، الحقيقه الموجوده حاليا اني مش جاهز للنوع ده من الانترفيوهات، والاكسبكتيشن بتاعتي كانت مختلفه تماما. الستاف اللي كان معايا قال لي مش مشكله وهنحاول سوا، وانا متفاهم كل اللي بتقوله، لكن دي بروسس. كملت شويه وقعدنا ندور على جوجل والمشاريع القديمه اللي عندي عشان نعمل حاجات بسيطه جدا. انا حقيقي عمري ما اهتميت الفتره الاخيره ان انا احفظها، حسيت بتضييع وقت رهيب، حسيت اني مش قادر حتى اقدم ربع اللي عندي، فاعتذرت تاني واني والله ما جاهز وخلاص، لاني مش راضي عن مستواي. الاستاف برضه قعد يقنعني اني اكمل، وكملنا فعلا. على نهايه الوقت كنا خلصنا الامبلمنتيشن في ايدج كيس تقريبا او بج، بس خلصنا كل الكلاسز والانتجريشن ما بينهم. فالانترفيو ده ما كانش كويس خالص، انا ما كنتش مبسوط. بس كان تاني يوم ورايا اخر انترفيو ليهم، وهو السيستم ديزاين او الاركتكشر. فكنت بتكلم مع اصحابي وقلنا تمام، انا اديت كويس في اول 2 انترفيوز، ومثلا الراوند الاخيره ما كانتش كويسه،
بس لسه فاضل انترفيو كمان، فلو ان شاء الله في اكوميليتد سكور الدنيا هتكون كويسه جدا. وبما اني كنت داخل بكره ما رضيتش بقى اتوقع منهم اي حاجه. كل السيستم ديزاين انترفيوز بترسم دايجرامز بتوضح الكومبوننتس اللايرز اللي عندك، بتتكلم ازاي مع بعض عشان تحقق هدف معين. رجعت السيستم ديزاين لشركات كبيره زي اوبر وانستجرام وتويتر، لبست البوكر فيس الجميل ودخلت اخر انترفيو. لقيت برضو الدنيا مختلفه عندهم، لكن خلاص يعني من غير مفاجاه بقى الاستاف اللي دخل معايا بدا يشرح المشكله، وبعد كده بيطلب حل ويفضل يمشي معاك يطلب فيتشر زياده في الحل ده. ومشكله الطريقه دي انكم بتبتدوا باي حل حتى لو مش احسن حل، بس انت بتبدا تبني خطوات على الحل ده، فانت ممكن توصل للخطوه الخامسه وتلاقي الحل اللي انت اخترته في الخطوه الاولى ما كانش افضل حل للمتطلبات دي. هتقول لي المفروض ان انت تساله على كل الحاجات اللي انت عايزها، هقول لك هي دي طريقتهم، هم بيمشوا خطوة خطوة وبيحتاجوا حل حتى لو الحل ده مبني عليه حاجات لسه هتيجي بعدين. المهم يعني عندهم طريقة معينة للتقييم. الحمد لله مشيت معاه من الأول للآخر، وبتوفيق ربنا وصلنا لحل كامل ل5 نقط. طلعت وأنا حاسس إن أديت كويس. بعد أسبوع تقريبا وصلني ريجكشن. دخلت فيدباك انترفيو مع الريكروتر، سمع مني الحكاية، عرفت منه إن مفيش سكور مجمع، كل راوند بتاخد يس أو نو، ولازم ال4 راوندز يكونوا يس، حتى لو أنت مأدي كويس أوي في واحد منهم ده ما بيفرقش، المهم إن أنت تعدي ال4. وطبعا نتيجتي كانت 3 يس واحدة نو. الريكروتر حقيقي كان مستغرب لان انا ازاي عديت السيستم ديزاين او الاركتكتشر وما عدتش اللايف كودينج اللي هو المفروض ابسط من الاركتكتشر. خد الفيدباك بتاعتي، قال لي انه بجد هيخلي باله مع الناس اللي بعد كده عشان ما يحصلش نفس اللي حصل معايا او ما يحصلش ميس اندرستاندينج. قال لي انه هيكلم الهايرنج مانجر وهيحكي له اللي حصل. ممكن طبعا يكون في كلام مختلف بس دي نسبه بسيطه، لان في الاول وفي الاخر هم عندهم بروسيس ثابته، وان لو حابب اقدم تاني هيكون بعد 6 شهور، بس هدخل كل الراوندز من الاول حتى ال3 اللي عديتهم بسكور عالي. دي كانت قصتي مع بروكور. طبعا الانترفيوهات ملهاش معيار، نصيب وتوفيق من ربنا، لكن لو ما كنتش اتفاجئت في اللايف كودينج يمكن ما كنتش اتوتر من طريقتهم المختلفه، يمكن كان يبقى عندي قبول ان انا اكمل اكتر، وبكل تاكيد كان ادائي هيبقى احسن. وده بالفعل حصل في السيستم ديزاين، مع ان برضو طريقتهم مختلفه عن اي طريقه نعرفها قبل كده، بس لما ما كانش عندي اي اكسبكتيشنز الموضوع بيكون في الاخر مختلف شويه، ودي حاجه ساعدتني وانا داخل السيستم ديزاين. بس كده وعلاقتي بالناس هناك ما زالت كويسه وطيبه، حتى انا كنت بدور لهم على 2 ستاف كانديديتس، واحد باك اند وواحد اي او اس. تجربتي مع شركه بيلد اي تي اوف اوريزون، هي ستارت اب بتعمل تشايلد بروتكشن سيستم، في قيمه حقيقيه في المشروع لكن مش سهل التنفيذ. الشغل معظمه ريسيرش اند ديفلوبمنت. الابلكيشن جات فيتشرد في امريكا في حاجات زي جود مورنينج امريكا وغيره. كانوا بيدوروا على حد عنده اكسبرتيز حلوه في الاي او اس، لان معظم الافكار المطروحه ممكن تقول عليها بي او سيز او حاجات ما احناش متاكدين انها قابله للتنفيذ اصلا في الاي او اس. عندهم كذا تجربه مع كذا حد من جنسيات مختلفه، صرفوا على الابلكيشن الاي او اس كتير، النتائج ما كانتش مرضيه. قابلت اخر حد كان موجود في ريل اي او اس كان من امريكا وما كملش 6 شهور وبرضه النتائج ما كانتش كويسه. اتكلمت مع التيم ليد على لينكد ان، بعدها دخلنا كول مع الفاوندر كان محترم جدا وبروفيشنال، التفاوض معاه كان سهل، هو ما عندوش اي مشكله يديك باكج حلوه ويوفر لك اللي انت عايزه، بس بالثقه والوقت وتعاملكم سوا والنتائج اللي بتطلع. لذلك الناس اللي شغالين معاه كانوا بيحبوه. الفاوندر كان شغال قبل كده اركتكت، فبشكل عام عنده تفهم للناس التكنيك. اداني اوفر مبدئي ممتاز وقلنا معانا شهر وهنرجع تاني نعمل ايفالويشن، واداني نفس التايتل اللي كان معايا اللي هو كان سوفت وير اركتكت موبايل اي او اس. كانوا عايزين نبدا على طول وانا طلبت منهم نبدا من اول شهر 8. بدات معاهم فعلا بفهم المشروع، الانتجريشنز المختلفه الموجوده، عملت شويه دوكيومنتيشن على كونفلونس، عملت شويه انفستيجيشنز على الميموري، طلعت شويه ريبورتس وارقام، بدات اتعرف على الفريق الموجود. وفي نهايه شهر 8 الفاوندر دخل معايا، الحمد لله الفيدباك كانت كويسه، اخدت السالري اللي اتفقنا عليه، بعت لي اشتري ايفون 15 كتست ديفايس، لان السيرفيسز اللي عندنا مش كلها بتشتغل على السيميليتور، الا انه عايز حد كمان. لما قلت له كام سنه خبره قال لي ببساطه عايز حد شبهك. انا ضحكت شويه قلت له تمام يعني حوالي 7 سنين خبره. وبالفعل رشحت 3 اصحابي من مصر، اخترنا منهم واحد كان عنده فوق ال10 سنين خبره في سكيلز مختلفه، بدا معانا كستاف سوفت وير انجينير. كده انا كملت شهرين جوه الشركه. عندي باشن بصراحه ان احقق لهم احسن من كده، لان الفاوندر حقيقي شخصيه جميله جدا ويستاهل انه يشوف نتائج ومنتج ناجح. الاونر شيب وانك تركز في المشروع، والاحساس ده لما بيوصل للمانجرز والفاوندر هيخليك مرتاح جدا معاهم وعندك مساحه كبيره جدا. ويمكن هنا دي تعتبر ميزه للستارت اب عن الانتربرايز. بس والدنيا ماشيه كويس واي ويل كيب يو ابديتد اكيد. النهايه كده عدى بالتمام والكمال شهرين من بعد اللي
ومن شغلي مع الشركة الجديدة. وكل اللي أنا حكيته ده أنا حاولت أحكي شوية من التجارب الكتيرة اللي أنا شفتها الفترة الأخيرة. حقيقي الواحد عمره ما هيفهم الدنيا بتمشي إزاي. فكرة إنك تسلم أمرك لربنا مش بالسهولة خالص زي ما هي بتتقال. توترنا من المستقبل والحياة، التفكير الكتير اللي بيزيد عن حده، وفي الآخر كل مرة بتطلع مش عارف حاجة. مش عارف إن طريق ربنا يتسع للجميع، مش عارف إن طريق ربنا دايما مختلف، ما تقدرش تشوف ولا تحس اللي جاي، بس كل مرة تبدأ تفهم شوية. فأنا لو هقفل الفيديو ده بحاجة هقول الحمد لله على كل حاجة، والحمد لله على نعم ربنا الكتير جدا. ربنا دايما بيختار لك اللي انت غالبا مش هتبقى عارف الخير بيجي منه ازاي. ربنا دايما بيختار لك الطريق اللي فيه خير ليك وللناس. بس سلام.